عمرك فتحت برنامج بريمير وقعدت تبص له كده مش عارف تبدأ منين؟ أنا فاكر أول مرة فتحته كنت حاسس إني دخلت على برنامج مش ليا، ألوان كتير، شاشات في كل حتة، وأدوات مش مفهومة. وقتها كنت فعلا بفكر أقفله، بس الحقيقة كل حاجة ليها مكان، ولما تفهم الوجه الأول كل حاجة بتبدأ تبقى منطقية وسهلة. البرنامج متقسم لأربع مناطق أساسية. أول حاجة البروجكت بانل، هنا بتحط كل الملفات اللي هتشتغل عليها والبروجكت فايلز وكل حاجة. تاني حاجة عندك التايم لاين، وهنا بقى ايه كل حاجة وكل شغلك بيتم عليه. هنا بتحط وتقص وتظبط الفيديو. تالت حاجة البروجكت مونيتور، وهنا بتشوف الفاينل ريزلت اللي انت شغال عليها. هنا بتشوف البريفيو بتاعك. رابع حاجة وهي التولز بانل، دي الأدوات اللي بتستخدمها وانت بتمنتج. انا عامل السلسله دي عشان اشرح لك البرنامج زي ما كنت بتعلمه في اول مره، ببساطه ومن غير تعقيد. في الحلقه الجايه هنبدا اول اداه، ودي هتخليك تبدا تشتغل فورا. لو استفدت اعمل لايك وسبسكرايب وسيب لي كومنت تقول لي اول مره فتحت بريمير كان احساسك ايه. اشوفك في الحلقه الجايه.